تعتبر بحيرة طونغا بمدينة القالة شرقي الجزائر قطعة فيروزية نادرة الوجود لما تحتويه من أشجار كثيفة وطيور برية. بولاية الطارف وعلى بعد 4 كيلومترات من مدينة القالة تقع بحيرة طونغا المعروفة بمختلف الأشجار والنباتات والحيوانات النادرة، حيث تزخر بغابات كثيفة غنية بالأشجار كالفلين والصنوبر البحري، وتأوي أنواعاً حيوانية ونباتية مختلفة. صنفت ضمن التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه لمساهمتها في التوازن البيئي، نظراً إلى ما تمتلكه من أسراب الطيور المهاجرة والنادرة، وتستقطب فضاءاتها الطبيعية الخلابة طوال فصول السنة السياح والعائلات التي تقصدها طلباً للراحة والاسترخاء والاستكشاف. تربط بعض المراجع التاريخية تسمية بحيرة طونغا إلى قبيلة أفريقية قدمت من النيجر اسمها طونغا، وعاشت في فترة زمنية معينة بالمنطقة، وتعتبر طونغا منطقة محمية تتربع على مساحة 2600 هكتار، وهي ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية في معاهدة رامسار سنة 1991 من أجل المحافظة والاستعمال الدائم للمناطق الرطبة عبر العالم. تتشكل البحيرة من جزر متكونة أساساً من أشجار الصفصاف الطافية فوق الماء وشطوط مائية ينمو فيها نبات النوفر الأبيض، وكذلك نباتات مائية أخرى. اكتست طونغا أهمية دولية كونها فريدة في نوعها على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وهي أهم موقع بإفريقيا الشمالية لتعشيش بعض الطيور النادرة، كما تعد ملجأ لأكثر من 20,000 طائر مائي مشتي، نظراً إلى تنوعها البيولوجي، إذ إن من بين 132 نوعاً من الطيور المائية يعيش 56 نوعاً محمياً قانونياً بالبحيرة. كما تأوي البحيرة 10 أنواع من الثدييات، منها 8 أنواع محمية.